بسم الله الرحمن الرحيم. من أفضل من أنجب التاريخ المعاصر نصرة للمظلومين وقياما على الفقراء والمساكين وبذلا لجاهه في شفاعة الشافعين الشيخ علي الدحام شيخ عشيرة العبيد في العراق رحمه الله تعالى، والذي خلد التاريخ ذكره لمواقفه العظيمة وأفعاله الجسيمة رحمه الله تعالى. يذكر أن رجلين من العراق جاء في حاجة لهما إلى عمان وتواصلا مع قريب لهما في الخليج ليرسل لهما مالا فلم يرسل، وكان في حاجة شديدة وصاحب الفندق يريد أجرته فحجز جوازهما كإجراء طبيعي. ماذا يصنعان؟ سمع أن شيخ عشيرة العبيد الشيخ علي الدحام رحمه الله موجود في عمان، فذهبا إليه فأرسل مكانهما رجلا دفع أجرتهما في الفندق وجاء بجوازهما وأقام لهما كرامتهما، ولما أراد أن يخرج أعطى كل واحد منهما باكيت سجاير اللي نسميه الكرز الذي يضم عدة علب، فشعر أحدهما بالإهانة، إيش هذه الهدية؟ فقال صاحبه انتظر حتى نبت. فلما صار في مكان بعيد فتح كل واحد منهما باكيت السجاير وإذا فيه 5000 دولار لكل واحد منهما، حتى إن أحدهما اشترى سيارة وكتب هدية الشيخ علي الدحام. نحن في الكويت والخليج نسمي سنة 1990 بسنة الغزو إشارة إلى الغزو العراقي على الكويت، لكن بعض العراقيين عندهم اسم آخر لهذه السنة فيسمونها بسنة الغزو ويسمونها بسنة الاعتراض، إشارة إلى ما صنعه صدام حسين من جمعه لشيوخ العشائر وبعض الأكاديميين وعرض عليهم أن يكتبوا بيانا يؤيدوه فيه في تأييده لغزو الكويت، فاعترض جماعة كثيرة منهم فسميت سنة الاعتراض. كان من أبرز من اعترض على فعل صدام في غزوه الكويت شيخ عشيرة العبيد الشيخ علي الدحام رحمه الله، والذي كان من الوجاهة الكبيرة في العراق، وقال له يا صدام احنا 8 سنين واحنا نأيدك في غزو إيران، أيدناك بمالنا وعيالنا، لكن الكويت من يوم ما وعينا على الدنيا ونسمع انها ديرة بن صباح، تغزوها ليش يا صدام؟ فنفاه صدام إلى الأردن وظل في الأردن ضيفا عند الديوان الملكي. كتب شاعر يقال له راجي الفندي رسالة شوق شعرا للشيخ علي الدحام رحمه الله وهو مقيم في منفاه في عمان، فأرسل إليه الشيخ علي الدحام رسالة يشتاق فيها إلى الحويجة ديرته ويقول حي الجواب إعداد ما يمشي الحي، وإعداد ما هل الهلال بسماها، وإعداد ما ينزل من السمامي، وإعداد ما هل المطر بثراها، إلى أن يقول جواب راجي حط في داخلي كي نار توقد بضميري لضاها، الله كريم يجمع الحي بالحي وانا بعيد وبالرفاقة اتباعها. بعد الجماعة والرفاقة سطابي العزوة اللي معلنين ولاها، هم عزوتي ولي ظلال ولي في لي ظلال من سموم نراها. انسايلك عني صديج مودي قل له ترى عيني تزاود بلاها، وانسايلك عني مبغض ترانا نهدي بقوى العزايم ساكنين معلاها. رحم الله الشيخ وجعل مثواه في عليين، توفي رحمه الله في سنة 2011 وما زالت ذكراه باقية وما زالت ذريته إلى اليوم تحدث عن أفعاله بأفعالهم يسيرون كما سار رحم الله الأول وحفظ الحي. على الدحام أرسلها إلى راجي الفندي من الأردن. يقول الشيخ الأمير علي الدحام حي الجواب إعداد ما يمشي الحي، وإعداد ما هل الهلال بسماها، وإعداد ما ينزل من السماء مي، وإعداد ما هل المطر في ثراها، من بعد هذا أبتدي بخاطري شيء أجلي عن النفس الحزينة غثاها، جواب راجي حط في داخلي كي نار توقد في ضميري لظاها، الله كريم ويجمع الحي للحي وانا بعيد وبالرفاقة تباها. بعد الرفاقة والجماعة سطبية العزوة اللي معلنين ولاها، هم عزوة ولي ظلال ولي في لي ظلال عن سموم نراها، انسايلك عني صديج مودي قل له ترى عيني تزاود بلاها، وانسايلك مبغض ترانا نهدي بقوى العزايم ساكنين علاها، ولا بد من شيء علينا يعدي، ولا بد من نشوف الحويجة وقراها، وحنا الذي الجمع المعادن جدي تاريخنا معروف في منتهاها، لابد ما يجري الضباب ونرد للافتل ما نسينا غلاها، ويا راجي الفندي لو الود ودي من جني الكلمات اجي وراها.
من المستحيل انسى ابويا وجدي وانسى العبيدة اللي بقلبي غلاها. ما يفيدني القرم لو زاد وجدي، ما يفيدني القرم لو زاد وجدي، والحر براسه شيمته ما رماها. ولا بد من كل السوالف، لا بد ما كل السوالف تعدي، هذا فرح عيني وهذا دواها. والله يلم الشمل من بعد وجدي، تلتم نفوس مبعدة عن هواها، وترى الجماعة والرفاقة تسدي كل الرفاقة طايلات خطاها.